السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق وبنكمل محتوى الويب دبلومة. إحنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا عند مجموعة تاجز تخص عرض النصوص بتاعتي، وكنا قلنا التاجز دي زي تاج البي وزي تاج السبان. إحنا ما زلنا في الفقرات النصية، ولكن زي ما قلنا في الفيديو اللي فات إن إحنا النهاردة في الفيديو ده هنتكلم على مجموعة من التنسيقات اللي بتخص النصوص. هنتكلم على التنسيقات دي فيما قبل ال HTML5 وفي ال HTML5. طيب، أول نوع من أنواع التنسيقات عندي تنسيق البولد. إيه البولد ده؟ يعني لو عايز أخلي الخط بتاعي سميك، عايز أخلي الخط بتاعي تخين. طيب، في ال HTML ما قبل ال HTML5 كنا بنستخدم تاج اسمه P. P اختصار لكلمة بولد. بكتب التكست هنا، فكان التكست بتاعي كان بيظهر بولد. يعني لو رحنا جربنا هنا كده، قلت له تاج البي وقلت له هنا هلو مثلا، ورحت على البراوزر عملت ريفرش، هلاقي كلمة هلو ظهرت بولد زي ما احنا شايفين كده. طيب، يبقى أول تاج عندي اللي هو تاج البي. في ال HTML5 بولد دي غيروها وخلوها تاج تاني اسمه strong. فتاج strong حضرتك تكتب كده التكست، وبرضو القفلة بتاعتي strong، فبرضو بتخلي لي الخط بتاعي بولد. يبقى سواء كتبت بولد بي او كتبت سترونج، اللي هي برضو هتخلي لي الخط بتاعي بولد او الخط بتاعي سميك. فلو رحت برضو كده عملت ريفرش، هلاقي عندي هلو اصبح الخط بتاعها سميك. خدت بالك ما بين كلمة مثلا بوستد هنا او كلمة هلو هنا وكلمة هلو هنا؟ هنا الخط بتاعي عادي، هنا الخط بتاعي بولد، سواء بتاج البي اللي هو بولد او تاج السترونج اللي هو برضو بيخلي الخط بتاعي بولد. تاني تنسيق عايزين نتكلم عليه النهاردة وهو تنسيق الايتاليك. ايتاليك يعني عايز اخلي الخط بتاعي مائل. فلو انا عايز اخلي الخط بتاعي مائل بستخدم تاج اسمه اي. اي اختصار لكلمة ايتاليك. اي اختصار لكلمة ايتاليك. بكتب التكست هنا يظهر عندي التكست مائل. يعني لو انا عملت كده قلت له تاج الاي وقلت له هنا هلو ورحت عملت كده ريفرش، هلاقي هنا كلمة هلو زي ما احنا شايفين الخط بتاعها مائل. وده برضو كان في HTML ما قبل HTML5 اللي هو آخر إصدار في لغة HTML. في ال HTML5 خلوا التاج اسمه EM اختصار لكلمة emphasing. الخط بتاعي برضو يكون مايل، ومنساش احط السلاش اللي بتقفل التاج. يبقى انا عندي emphasing text او الايتاليك اللي هو الاختصار اللي اسمه I، هما الاتنين بيخلوا لي الخط بتاعي مائل. يعني لو انا جيت كده قلت له هنا EM emphasing text وكتبت هنا hello، هبص كده اعمل ريفرش على البراوزر بتاعي هلاقي الخط بتاعي برضو مايل. ممكن تكتب كده وممكن تكتب كده. طيب، عندي كمان تنسيق اللي هو underline. underline معناه ان انا احط خط تحت النص بتاعي. فيما قبل ال HTML5 كان عندي تاج اسمه U وهو اختصار لكلمة underline. كنت بكتب هنا التكست بتاعي، فكان التكست بتاعي ده بيتحط تحتيه خط. فلو انا جيت عملت هنا كده قلت له تاج اليو وقلت له هنا hello ورحت عملت كده ريفرش، هلاقي كلمة hello تحتها خط. ده اللي بيعمله عندي التاج اللي هو اسمه U اللي هو underline. برضو في HTML5 في تاج جديد اسمه ins اختصار لكلمة inserted text. يعني لو انا عايز احط خط تحت التكست بتاعي اقدر استخدم في HTML5 التاج اللي اسمه ins الاختصار لكلمة inserted text. اقول له هنا كده ins اختصار لكلمة inserted text واقول له hello، هيديني نفس الشكل بالظبط. وهعمل ريفرش كده الاقي برضو hello وهي تحتها خط. يبقى انا عندي bold يا اما تاج البي اللي هو بي بولد او تاج سترونج.
عايز الخط مايل يا اما تاج الاي ايتاليك او التاج اللي هو ان فيزنج. لو انا عايز الخط او النص يبقى تحتيه خط، يا اما اندرلاين اللي هو يو، او التاج اللي هو اسمه inserted. طيب جميل. لو انا عايز بعد كلمة هلو مثلا عايز افصل البولد عن الايتاليك عن المائل، يعني عايز هلو تقف هنا وبعد كده ينزل سطر، وبعد كده هلو التانية تقف هنا وبعد كده ينزل سطر. ازاي اخليه ينزل سطر؟ خلي بالك ان انت في الايديتور او في البرنامج اللي بنكتب فيه الكود احنا كل حاجة كاتبينها في سطر، ولكن ده ملوش علاقة بالتطبيق. زي ما كنا بنتكلم في اول سيشن انك سواء كتبت الكود بالتنظيم اللي احنا كاتبينه ده او كتبت كله في سطر واحد ما بيفرقش مع البراوزر، هيقراه عادي زي ما انت كاتبه، ملوش علاقة بقى انت سايب سطر ولا لا. فانا دلوقتي هنا كاتب كل تاج هنا في سطر، ادي البي في سطر وسترونج في سطر والاي في سطر وهكذا، ولكن ظاهرين جنب بعض. لو انت عايز كل حاجة تبقى في سطر منفصل لازم تكلم البراوزر باللغة اللي بيتكلمها اللي هي لغة HTML. طب فلو انا عايز اكلم البراوزر اقول له لو سمحت انا عايز في الجزئيه دي او في الحته دي انزل سطر، عايز بعد هلو دي انزل سطر. اقولها له ازاي؟ اقدر استخدم عندي تاج اسمه PR break line علشان اكسر السطر بتاعي، بستخدم تاج اسمه PR. البي ار هو اول تاج هنتكلم عنه في لغه ال HTML ملوش قفله، يعني ما بعملش كده ملوش قفله. اشمعنى؟ هو احنا دايما لما بنحط فتحة وقفلة بنحط فتحة وقفلة علشان في النص في داتا، في بيانات بقول بدايتها فين ونهايتها فين. انما البي ار هو تاج ملهوش قفلة. ليه ملهوش قفلة؟ لانه ما بيحتويش على بيانات، هو مجرد تاج بينزل السطر بس بيكسر السطر. يعني تخيل لو انا عملت كده بي ار، هو ما فيش حاجة تتحط هنا في النص، وبما ان هو ما بيعرضش داتا، هو مش بيعرض داتا، علشان كده ده اول تاج عندي في ال HTML5 ملهوش قفلة. تاج ملهوش قفلة اللي هو مين؟ اللي هو تاج البي ار. في تاجز تانية في هنتعرف عليها في الفيديوز القادمة. يبقى بي ار تاج ملهوش اي قفلات، وبالتالي لو انت عايز هنا بعد سترونج، بعد اللي هو الخط البولد السميك او التخين ده، عايز انزل سطر، يبقى انا هاجي هنا كده واقول له بي ار. عايز بعد الانفيزنج انزل سطر، يبقى انا اجي هنا كده واقول له بي ار. يبقى انا كده بقول له بعد ما تكتب كلمه هلو انزل سطر، بعد ما تكتب كلمه هلو المائله انزل سطر، وهكذا. فلو رحت دلوقتي كده عملت ريفرش هلاقي هلو نزل سطر جديد، هلو المائل نزل سطر جديد، هلو اللي هي تحتيها خط. طيب جميل. برضو نفس الكلام. لو انا مثلا جيت عملت كده قلت له مثلا باراجراف ورحت رايح قايل له هلو وورلد. طبعا احنا عارفين ان الباراجراف قلنا ان هو بياخد المساحه بتاعه البادي كله، ولذلك لما اعمل ريفرش من غير ما اعمل اصلا بي ار هلاقيه هو نزل سطر لوحده، لان هو بياخد مساحه كامله، ما بيجيش جنب حد، ما ينفعش يجي جنب حد، هو يظهر لوحده، عشان كده نزل في سطر لوحده. البي ار قبليه سطر فاضي وبعديه سطر فاضي، علشان كده زي ما احنا شايفين هو سايب سطر فاضي قبل، ولو كتبت حاجه بعده هلاقي فيه سطر فاضي بعده. هو بيتعامل ان دي فقره نصيه ما ينفعش تبقى لازقه في حاجه، لازم تبقى منفصله عما قبلها وما بعدها. طيب لو انا جيت بقى في هلو وورلد دي ورحت سايب مجموعه سبيسز كده مسافات كتير، وعملت سيف ورحت على البراوزر عملت ريفرش، هلاقي مفيش ولا سبيس اتنفذت. ليه؟ عشان احنا لسه قايلين من شويه ان اي حاجه انت بتعملها هنا في الايديتور ليك انت المبرمج، انت اللي بتشوف ده، انما البراوزر ما بيشوفهاش. البراوزر لازم تكلمه بالكود بتاعه علشان خاطر يقدر يفهمك. طب لو انا عايز اسيب مسافات، البراوزر فاهم ان المسافه اللي بيسيبها ما بين الكلمات هي المسافه الطبيعيه في اللغه الانجليزيه اللي هي سبيس واحده. طيب لو انا عايز اسيب اكتر من سبيس، لو انت عايز تكتب اكتر من سبيس لازم اكتب الكود بتاع السبيس ده، مش كود HTML، ده يعتبر كده اليونيكود او طريقه السبيس اللي انت تحطها ما تتكسرش. يعني ايه ما تتكسرش؟ يعني انت هنا كل ما تحط سبيس البراوزر بيكسرها لك، لما كنا حاطين سبيسز كتير كده البراوزر بيكسرها كلها وما بيخليش الا سبيس واحده. عايز احط سبيس غير قابله للكسر، فبستخدم هنا رمز اسمه and
NPSP سيمي كولون. اختصار لايه عشان ما تنساهاش؟ اختصار لكلمة non breakable space. يعني ايه بقى كلها على بعضها non breakable space؟ يعني سبيس او مسافة غير قابلة للكسر، البراوزر ما يقدرش يكسرها ويطنشها، ما يقدرش يعديها. وبالتالي لو انا جيت هنا في الاندكس ورحت رايح قايل له كده ادي السبيس الطبيعية، ورحت رايح قايل له and NPSP سيمي كولون non breakable space، كده انا حطيت سبيس زيادة. لو عايز تحط اكتر من سبيس زيادة هقدر ان انا اكتب الكود ده اكتر من مرة. كده في 3 سبيس. فين التلاتة دول؟ ده انا كاتبهم مرتين بس، ما هو مرتين والمسافة الاصلية اللي هي اصلا ما بين الكلمات. كده 3 سبيس والاصلية يبقوا كده 4، كده يبقوا 5. لو انا رحت دلوقتي كده عملت ريفرش هلاقي ان هو ساب مسافة غير المسافة الطبيعية في اللغة الانجليزية ما بين الكلمات اللي هي المسافة الواحدة. يعني هنا ساب 5 مسافات، 1 2 3 4، والمسافة الاصلية اللي هي ما بين الكلمات الانجليزية فاصبحوا 5 مسافات. برضو من التنسيقات اللي انا عايز اقولها، لو انا عايز اكتب نص والنص بتاعي ده يبقى فيه خط بس مش تحت النص، عايز الخط ده يبقى بيقطع الكلام. زي مثلا لما تيجي تلاقي في ستور او مواقع بتبيع اونلاين، تلاقيه عارض لك مثلا في ايام الاوفرز او الحاجات دي سعر وشاطب عليه كده وكاتب لك سعر تاني. فانا عايز اعرف ازاي اقدر اعمل خط كده على الكلام بلغة ال HTML. لو انا عايز اعمل خط على الكلام اقدر استخدم التاج اللي اسمه del اختصار لكلمة deleted. يعني ايه deleted؟ يعني كأنه ممسوح. اكتب التكست هنا كده يظهر خط بيقطع النص كأن النص بتاعي ده ممسوح. فلو انا جيت قلت له هنا كده del اختصار لكلمة deleted وده تاج HTML5، وجيت قلت له مثلا هنا بدل 9000، يعني كأني شطبت السعر بتاع 9000 ده. فلو رحت كده عملت ريفرش ابص الاقي الخط بتاعي قطع النص. يبقى تاج اليو او تاج الانسرتد تكست الخط تحت النص، تاج الديل او الديليتد الخط بيقطع النص بتاعي. يبقى انا النهارده اتكلمت على البولد سواء تاج البي او السترونج، الايتاليك تاج الاي او الان فيزنج تكست، الاندرلاين تاج اليو او الانسرتد تكست، بريك لاين ان انا انزل سطر بالبي ار، الكود بتاع السبيسز اللي ما بتتكسرش من البراوزر and NPSP non breakable space semicolon، واخر حاجه اتكلمنا عليها النهارده اللي هو الديليتد تكست. لو انا عايز اشطب على اي نص او اي تكست او اخلي فيه خط بيقطع النص بتاعي بستخدم تاج deleted او اللي هو الاختصار بتاعه del. وبكده النهارده نكون انتهينا من الجزئيه الخاصه بعرض النصوص، ومن المره الجايه ان شاء الله هنبتدي في عرض انواع اخرى من الداتا هنتكلم عليها من المره الجايه ان شاء الله. اتمنى تكون السيشن بسيطه وظريفه والناس تكون فهمتها. لو حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا انك تكتب كومنت بالسؤال اللي عندك، وانا دايما هكون موجود علشان اجاوب على كل استفساراتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر من المتابعين اللي حابين يستفادوا بالويب دبلومة. كنت أنا معاكم أمير فاروق من محتوى الويب دبلومة، وبشكركم جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.